انا ليه ما عنديش طاقة؟ نفسي اتغير بس ما عنديش طاقة. نفسي اخد كورس الماني بس ما عنديش طاقة. يعني ما عنديش قدرة على تحفيز نفسي. بسمع لناس ناجحة كتير وبودكاست للتحفيز وكلام كويس جدا، وبتحفز وبتحمس قوي بس في الوقت اللي بسمع فيه. بس مفيش تطبيق اطلاقا لاني ما عنديش طاقة. بحس اني محبطة جدا، بستسلم للاكتئاب والكسل. فبالتالي خلاص انا ما عنديش طاقة، انا مش هتغير، مفيش فايدة. اعمل ايه لما احس بالشعور ده؟ لان الشعور ده كمان بيكون مشترك بين الناجح واللي مش ناجح. الاتنين بيكون عندهم نفس الشعور. ازاي يعني؟ يعني هو بينجح جدا وبيعمل حاجات ما كانش بيتوقعها اطلاقا، بس برضو الشعور ده بيجيله تاني. ليه ده بيحصل؟ واعمل ايه عشان اتخلص من الشعور ده؟ اول حاجة بتكون عن طريق حوارك الداخلي مع نفسك. زي مثلا دلوقتي انا قاعدة بس مش عارفة اعمل حاجة اصلا. يعني كمان انا قاعده ومش عارفه انا هعمل ايه، ومش عارفه هو انا عايزه ايه اصلا عشان اقدر اعمله. وحتى لما ببدا في حاجه واعملها مش بكملها، بالرغم من كل شويه بقعد اقول انت هتعملي وهتعملي، بس انا طلعت في الاخر كلام على الفاضي. من حوارك الداخلي ده طبيعي طاقتك هتكون مسحوبه. لكن لو حوارك الداخلي ماشي بالشكل اللي انا هقوله، اللي هو ان انا دلوقتي في مرحلة اكتشاف لنفسي، ان انا بحاول اكتشف، انا عمال بجرب حاجات كتير بس لسه الكليك ما جاتش. لسه عندي فضول، ايه اكتر حاجة هتعجبني، ايه اكتر حاجة هحبها، ايه اكتر حاجة هحبها وهنجح فيها كمان. بكده انت بتكوني ولدتي طاقة انه عندك فضول. طب والله برافو انك بتجربي وبتكتشفي ومش بتيأسي ولا بتحبطي. برافو عليكي انك انت عمال بتدخلي في حاجات مختلفة. اكيد دلوقتي لو قعدتي مع ناس هتعرفي تتكلمي. ليه؟ لان انت بقى عندك خبرات كتير. فهنا انا غيرت تماما الحوار الداخلي اللي جوايا. تاني حاجة من ضمن الحاجات اللي بتسحب طاقتك الكلام عن الناس، وبتصدر بس عليهم أحكام. طول النهار شغل نفسك بحاجات لا تعنيك خالص. هي ازاي انك انت تعمل كده؟ ازاي تشتغل؟ او ازاي هو اشتغل الشغلانة اللي هي مش بتاعته اصلا؟ ازاي هي بتتكلم كده؟ طب وانت او انت مالك؟ يعني انت ربنا اداكي انك كل يوم بتصحي بيديكي طاقة علشان تستغليها صح، مش علشان تقعدي تدمري نفسك وتدمري غيرك بالكلام اللي انت عمال بتقوليه. فين دورك تجاه نفسك واهلك؟ انت سبتي كل ده ورحتي هدرتيها على الناس، وبتيجي تقولي مش عارفة، ما عنديش طاقة ليه؟ تاني حاجة بقى، واللي هي الصورة الذهنية القديمة. مثلا دلوقتي انا عايزة اخس، وبدأت بالفعل بعمل دايت وبعمل رياضة وبدأت اخس، بس رجعت اتخن تاني. ايه السبب بقى؟ السبب هنا الصورة الذهنية القديمة. لانك انت مش بتبص للانجاز الصغير اللي انت عملته. ما بصيتش انت ازاي منعت نفسك من كمية الاكلات اللي انت كنت بتحبها عشان تخس، وازاي عملت رياضة صعبة جدا بس علشان تخس. اللي حصل انك انت ولا شايف الخطوات اللي عملتها، ولا دونت الانجازات الصغيرة اللي بتخليك تستمر. فهنا انت خليت نفسك تحبط، فبتأكد الصورة الذهنية القديمة. فدي الحاجة الأساسية اللي لو ظبطناها تقدر تحفز نفسك، انك انت تظبط الصورة الذهنية اللي في دماغك. دلوقتي الحل هو ان اعرف ان انا عندي صورة سلبية في ذهني، صورة تكونت من خبرات سلبية كتيرة جدا بسبب اخفاقات كتيرة. محتاج ان انت لازم تعمل انجازات وتدونها وتشوفها حتى لو كانت صغيرة، علشان اكون الصورة الذهنية الايجابية اللي انا هكونها عن طريق التدريج بالايام، مش فجأة في يوم وليلة، لا. رابع حاجة، انت بتجيب ورقة وقلم. كل مرة بقول الفكرة دي، بتجيب ورقة وقلم وبتعتبر ان الورقة دي حياتك، اللي هتسرد فيها غلطاتك اللي انت غلطتها قبل كده، او الغلطات اللي انت غلطتها في حقك. وهتشوف مين السبب، هل انا ولا الظروف؟ والظروف دي ممكن نستبدلها بايه؟ كل ده علشان اخلق صورة ذهنية ايجابية جديدة عن طريق القدرة على تحفيز نفسي بالشكل ده. فدايما المشكلة انها ايه؟ ان انا بتعرض لفشل واخفاق وصعوبات، وفعلا دي الحقيقة. فانا علشان كده مش بفنطه، مش بتكلم معاه. ايه اللي بيحصل بقى؟ هو ان العقل بيكون مشوش، فبيحصل لك يأس،
وتقعد تقول خلاص ما انا منحوس، ما يعني انا خلاص ماليش فايدة. لكن الانسان لازم يعرف انه باصراره الشديد على التغيير وعلى تحقيق حاجات معينة وبيقدر يعمل ده، مفيش حاجة بتوقفه. هي دي فطرته، هي دي فطرته كده. هتلاقيه في الاخر استجاب لعملية التحفيز الذاتي. خامس حاجة، انك لازم تفهم انك مش هتقدر تكون خط في الصورة دي طول ما انت عايش في الماضي. مشكلة الناس اللي عندها احباط ومفيش تحفيز ذاتي معظمهم بيكونوا عايشين في الماضي، يا اما ماضي كانوا ناجحين فيه او في ماضي كانوا بيأكد لهم انهم عمرهم ما هينجحوا. فانت عمرك ما هتبدأ فصل جديد في حياتك طول ما انت عايش في الماضي. لكن انت لو عايز تبدأ فصل جديد في حياتك وتكون صورة جديدة تقدر تحفز بيها نفسك، بعد كده لازم تنسى الماضي تماما. الماضي انتهى ومش هيرجع تاني. هتستفيد منه في ايه يعني؟ هتستفيد منه اني برجع له علشان ابص فيه على مضمون تجربة جديدة. ازاي يعني؟ هو المضمون بيكون واحد، بس الفكرة انك انت بتكون ما تكررش نفس اللي حصل في الماضي، بتتعلم من اخطائك يعني. انما اقعد اندم على اللي حصل لي في الماضي وكده، لا، ما ينفعش. سادس حاجة، انك انت تتعامل مع معنى السعادة بشكل مختلف. ازاي؟ السعادة هي بتكون راحة البال عموما. طب ازاي اخلق راحة البال دي؟ عن طريق ان انا بدور على الايجابي في وسط السلبي، او ان انا يعني واقع دلوقتي في مشكلة فيها خسارة فلوس او شخص او ايا كان. دي مشكلة عن طريق انك انت تحزن. احزن واتضايق، لكن اسأل نفسك يعني ما تستمرش في الحزن بقى. يعني دلوقتي ليه حصل لي كده؟ ليه دايما انا اللي خسران؟ لا، ما بقولش تقول كده. انا حصل لي مشكلة وانا فعلا حزينة، وانا فعلا دلوقتي في حالة ضعف نفسي جامد كده. انا اقريت المشكلة بالتفكير السلبي. ابص بقى طب ليه حصل كده؟ فبالتالي بالتدريج ابدأ اخلق قناعة لكل مشكلة ليها حكمة معينة. هي حصلت عشان ادرك ويبدأ يحصل لي صلابة نفسية. يبقى المشكلة دي او التفكير السلبي بيقويني مش بيضعفني. هنا ازاي التفكير السلبي قواني او ان هو خلاني ان انا لازم ادور على الايجابي في حتة. انت لما بتنجح في حياتك وبتيجي تسترجع ذكرياتك بتقعد تقول انا فعلا كان لازم يحصل لي ده علشان اتعلم بعد كده واوصل للنجاح اللي انا فيه دلوقتي. كده انا بصيت بشكل ايجابي للموضوع. طبعا في القرآن بيقول ان مع العسر يسر. لازم يكون عندك قناعة تامة بالجملة دي. بما انه في عسر فاكيد في يسر، فانا بدور على اليسر ده فين دلوقتي. فبالتالي طول الوقت بكون حاسس براحة، فبالتالي بكون سعيدة. يعني طول الوقت مش متضايقة. يعني مفيش حاجة، ببقى في غاية السعادة، مش مرتبطة يعني السعادة دلوقتي ما بقتش مرتبطة لا بشخص ولا بشرط معين ولا بحدوث موقف ولا بأي حاجة. سابع حاجة وان هي الحركة. ما ينفعش ابرك على الكنبة او على السرير وانا عايزة يبقى عندي طاقة وشغف. لا طبعا، لازم تفضلي في حركة مستمرة، لانك انت طول ما انت شغالة هتديكي موتيفيشن. هو ده اللي يا ترى هيكمل بالسرعة اللي انا فيها دلوقتي، ولا كلها يومين 3 كده وهرجع تاني ومفعولها يروح. يوم ما اقف هتلاقي الحياة جابتك من قفاك. الاحباط هيمسكك، الاكتئاب هيستلمك، هتمسكك كمية حاجات سلبية لانك انت وقفت. لازم تفضل في حركة بغض النظر عن سرعة الحركة دي قد ايه. المهم ان انا مستمرة، عندي هدف عايزة اوصله، فعقلي عمال يولد طاقة علشان هو عارف انه انا رايح مكان. فانا لو ما عنديش هدف هولد طاقة ليه؟ فانت لازم يكون عندك نقطة او هدف عايز توصله. يعني زي مثلا دلوقتي انا وقعت في حفرة عميقة وببص حواليا ما لقيتش حد ولا سمع صوت خالص ولا في اي حاجة حواليا، تلقائي هتستسلمي وهتسيبي نفسك، عكس ما تسمعي ولو صوت بسيط خالص جاي من بعيد. ممكن كمان تكوني بتتوهمي الصوت. هتلاقي جسمك بيولد طاقة وبتحاولي انك تخرجي وبتحاولي انك انت تطلعي صوت ان حد يسمعك. هنا انت شحنت طاقتك علشان عارفة ان في هدف، في حاجة انت عايزة توصلي لها، في شخص انت محتاجاه عشان يجي يساعدك. هو ده الفكرة اللي انا عايزة اقولها لك. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.